اهلا بكل اخواتي، معاكم محمد حدوته من قناة فوكس وفيديو جديد النهاردة وقصة النهاردة قصة مرعبة. عايزك تلبس الهاند فري وتهدي الإضاءة، تاخد نفس عميق وتبدأ تسمعني. جن مقبرة العمود باسكندرية. ذكرى الفنان الراحل طلعت زكريا. في برنامج الفنان الراحل حسين الإمام كان ليه تجربة مرعبة مع الجن، تسبب في فقدان صديقه أيام المراهقة. حكى قصة على لسان طلعت زكريا. العهدة على الراوي. زمان في فترة شبابي كنت بحب لعب الكورة مع الصحاب، وكان لينا شلة أو جروب من الصحاب و... وهسميهم أسامي وهمية، مثلا زي أحمد ومحمد ومحمود وهكذا. كنا كشباب زمان ما بنخافش زي دلوقتي من الأفلام الرعب وسيرة الجن والعفاريت والكلام ده. ما كانش بيهدى لينا بال غير واحنا بنلعب كورة قدام المقابر. كنا بنحب نلعب الكورة عند المقابر بالظبط، تحديدا مقبرة العمود في اسكندرية. في يوم كنا بنلعب بعد نص الليل واحنا بنلعب كورة، جت سيرة الجن والأشباح. وطبعا أي شباب معروف بتحب سيرة الجن والعفاريت وبتحب تقعد تخش في أعماق الحكاية. قعدنا نريح من لعب الكورة وبدأنا نتكلم عن الجن، وطبعا ده يحاول يخوف ده وده يحكي ويقول أنا شفت وشفت وعادي، يعني زي أي شباب. لحد ما أحمد اللي هو واحد من أصحابي قال إن المقبرة اللي بنلعب قدامها فيها جن بيظهر ومعروف في المنطقة كلها. بما إن أنا اللي من المنطقة وإنتوا مش من المنطقة، فأحب أبلغكم إن المقبرة اللي إحنا بنلعب قدامها دي فيها جن. سألناه بكل فضول إزاي في جن وشكله إيه ومواصفاته إيه. ابتدى يقول إن في من أصحابنا شافوه وهو عن جن قصير. وقبل ما يكمل كلامه لقينا محمد صاحبنا التاني بكل فزع ورعب بيقول الحقوا الحقوا بصوا. بصينا وبالفعل لقينا باب المقبرة الحديد التقيل والكبير جدا بدأ يتحرك لوحده. مش ده المرعب. المرعب اننا بصينا لقينا راجل كبير في السن، ممكن مثلا نقول في الأربعينات أو أوائل الخمسينات، خارج من الباب بتاع المقبرة. كان قصير جدا، أطول حاجة فيه بسيطة من طول الأقزام كده، وكان لابس لبس قديم جدا، مش لبس مبهدل، أقصد قديم يعني لبس شكله من التراث القديم. من ناحية الفترة الزمنية كان لبس مثلا 1920 أو يمكن قبل كده كمان. وبعدين كان ماسك منشة أو زي ريشة بيهش بيها الدبان. وأول ما خرج من المقبرة ابتدى أحمد صاحبنا في كل رعب بيقول لنا هو ده الجن، هو ده الجن اللي صاحبنا بيحكوا عنه. مشي ناحية الشارع ووصل لحد ما كان في الشارع كان تحتيه بلاعة، واختفى قدام عينينا. خدنا الكورة وطلعنا نجري واحنا مرعوبين، كنا مرعوبين جدا ساعتها، وكل واحد جري على بيته وهو مرعوب من اللي حصل. تاني يوم حكينا لباسم، وباسم ما كانش مصدق اي حاجة من اللي احنا قلناها له وعمال يضحك علينا. وبعدين اتفق معانا يجي
ولو ما ظهرش يبقى احنا كدابين، واللي حصل ده كله يا كدب يا تهيؤات. وقلنا اصلا ممكن يكون بني ادم طبيعي ووقع في البلاعة، يعني يمكن بني ادم طبيعي ووقع في البلاعة اللي كانت تحتيه، عشان كده اختفى واحنا اتهيأ لنا انه اختفى. جه معانا فعلا على الساعة 12 بالليل، واول ساعة ما حصلش اي حاجة، لدرجة اننا كملنا لعب كورة. وكان باسم طول اللعب عمال يتريق علينا ويقول لنا شفتوا مفيش حاجة حصلت، شفتوا مفيش حاجة ظهرت، اهو اعمل لكم ايه تاني. بعد ساعة من اللعب تقريبا، واحد مننا مش فاكر كان مين بالظبط قال لنا اهو ظهر. وقفنا اللعب بسرعة ساعتها، ولقينا نفس المنظر بيتكرر تاني، باب المقبرة بيتفتح وبيخرج نفس الشخص بنفس اللبس وبنفس الطريقة. ابتدى يمشي بكل هدوء، خرج برا المقبرة. اتفاجئ ساعتها باسم اللي كان مكدبنا، ولكن برضه فضل معاند معانا وقعد يشتم الراجل ده واللي سميناه ابو منشة. ابتدى باسم يشتمه، وبصراحة ما كانش فيه اي رد فعل من ابو منشة، لدرجة انه بصلنا وكانت ملامحه ثابتة جدا، ما عملش اي حاجة غير انه لف وشه وكمل مشي. شجعنا نتريق عليه ونشتمه اكتر، ولكن كمل مشي لحد الشارع اللي كان ضلمة كحل. ورغم اننا كنا بنشتمه بس برضه كنا لسه خايفين منه، لحد ما باسم اتشجع وقال لنا على فكرة انا هثبت لكم انه بني ادم طبيعي، وجري ورا ابو منشة في الشارع اللي دخل فيه اخر مرة. ورغم توسلاتنا لباسم انه ما يجريش وراه، الا انه جري وراه. بمجرد ما باسم دخل وراه في الشارع اللي ابو منشة دخل فيه، الاتنين اختفوا في عتمة الضلمة. عارفين ايه المرعب؟ المرعب اننا مشينا ورا باسم لما لقيناه اتأخر، ولا لقينا الراجل ولا لقينا باسم. دورنا عليه في كل حتة، وحتى الآن بعد عشرات السنين واحنا ما شفناش باسم تاني، وحتى الآن ما نعرفش ايه اللي حصل وراح فين. وبسبب كده حتى الآن ما رحناش مقبرة العمود تاني. ودي كانت قصة الفنان الراحل طلعت زكريا مع الفنان الراحل حسين في برنامج عفاريت حسين الإمام، أكيد كلنا عارفين. ما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك للفيديو علشان تشجعوني ان انا اعمل قصص كتير. لو كنت نجحت في القصص فياريت تكتبولي في الكومنتات ان انا اكمل في قصص الرعب. الحقيقة ان انا بتعب جدا ان انا اجمع داتا اكلمكم فيها، ولو شجعتوني اكتر هتلاقوني جايب لكم داتا قصص رعب قوية جدا وما تكلمش فيها غير الاجانب بس. يعني انا متعمد ان انا ما اجيبش قصة تكون حد مصري يتكلم عنها. زي ما متعودين نلبس سماعة الهاند فري وناخد نفس عميق ونهدي الإضاءة ونبدأ القصة اللي هتسمعوها دلوقتي من أغرب وأرعب القصص اللي اتقالت في تاريخ الحوادث الغامضة والخارقة. ناس كتير اتكلمت عن القصة منهم أحمد يونس، ولكن كل اللي حكوا القصة كانوا بيتجنبوا يحكوا التفاصيل المرعبة، وأحيانا كانوا بيخافوا يحكوا القصة بكل التفاصيل البشعة ليها، بكل التفاصيل، سواء التفاصيل المؤكدة أو حتى التفاصيل الغير مؤكدة. والحكم ليكم تفرقوا ما بين الواقع والخيال. خلينا نبدأ مع بعض القصة. في يوم من أيام شهور يونيو سنة 1972 دخلت
واحدة في مستشفى سيدراز سيناي في مدينة لوس أنجلوس في أمريكا. الست دي كانت غريبة جدا. من أول ثانية دخلت المستشفى كانت متغرقة دم، وكان في قطة ميتة بين سنانها. بمجرد ما دخلت انهارت وفقدت الوعي على أرض المستشفى. ولما الممرضين وعمال المستشفى قربوا منها ابتدوا يسيبهم الفزع لما ركزوا في ملامح الست. كانت ملامحها أشبه للمانيكان أو التماثيل. ودلوقتي هوريكم الصورة الملعونة للست، الصورة الوحيدة اللي اتصورتها. وبعد الصورة دي بدقايق معدودة بدأ الفزع والرعب الحقيقي. بعد ما الست دي فقدت الوعي وابتدوا يفوقوها، قامت وكانت حرفيا أشبه للمانيكان، ومش في ملامحها بس دي كانت أشبه للروبوت أو تمثال متحرك. ده غير إنها ما كانتش بتبربش ولا ليها حواجب أو رموش ولا ملامح. وشها كانت بتتحرك بطيء، ولا كان ليها جلد بيتحرك ولا في أي حركة في ملامحها ووشها. لما قوموها الممرضين ودخلوها لأوضة الطوارئ، دخل الدكتور اللي كان هيكشف عليها وقال للممرضين يحضروا حقنة مهدئ عشان تنام وتهدى وتهدي أعصابها من الصدمة اللي كانت فيها. وقال للممرضين يبلغوا الشرطة. وفي اللحظات دي صوروها الصورة الملعونة اللي هوريها لكم. وبالفعل بلغوا الشرطة. كمان الدكتور حضر حقنة المهدئ، وأول ما ابتدى يقرب منها ابتدت تفتح بقها، وساعتها الرعب أصاب كل اللي كانوا في أوضة الكشف. الست دي كانت أسنانها مدببة مسننة بشكل مرعب مش موجود عند أي حد ولا عند أي كائن ولا حتى حيوان. أسنان الست دي كانت أسنان مدببة على شكل هرمي، وأسنانها كانت حامية زي الموز. والدكتور ساعتها اتصدم من المنظر وبص للممرضين وسأل الممرضين بلغتوا الشرطة ولا لسه. وفي الثانية اللي دور فيها الدكتور عن الست دي هجمت بسرعة شيطانية على الدكتور، وزرعت أسنانها المدببة في رقبة الدكتور وعضته، وشبه أكلت رقبته عضة واحدة. وساعتها قطعت الشريان الرئيسي في رقبة الدكتور، وساعتها وقع الدكتور على الأرض. وهو واقع على الأرض وبيطلع أنفاسه الأخيرة، سأل الست أو الكيان اللي قدامه انتي ايه؟ وساعتها قربت منه الكائنة الشيطانية دي وقالت أنا إله. طبعا ده الكلام اللي قالته بصرف النظر عن مدى حرمانيته. حاشا الله إني أسيء للذات الإلهية. في اللحظة دي وصلت الشرطة ودخلت الأوضة وحوطوا الأوضة وابتدوا يهاجموا الكائن الحي ده في محاولة لتثبيتها، ولكن رغم فرقة الشرطة كاملة حاولت تسيطر عليهم، ولكن هي بكل سهولة رمتهم في كل حتة وجرت على مخرج المستشفى، واختفى الكائن الشيطاني ده جوه عتمة الضلمة عشان تختفي للأبد. وحتى هذه اللحظة ما تمش العثور على الكائنة دي، وما اتشافتش ولا حد يعرف دي كانت مين أو جات منين أو حتى ايه حقيقة الكائنة دي. وجات استنتاجات وأقاويل كتير عن الحادثة، منها الآتي: إن دي شيطانة من جهنم، إن دي إنسانة ولكنها ضحية تجارب سرية وبشكل ما هربت من المختبر اللي اتعمل فيه التجارب المرعبة والمجهولة دي.
أو إن دي كائنة فضائية وبشكل ما كانت متشكلة على شكل إنسان، وده يفسر ليها ملامحها اللي كانت بدون مشاعر أو أشبه للبلاستيك، أو إن الكائنة دي من كون موازي وبشكل ما دخلت الكون بتاعنا ورجعت تاني للكون اللي كانت فيه بمجرد ما اختفت في الضلمة. ولكن حتى الآن كل دي استنتاجات ومحدش يعرف لحد دلوقتي ايه حقيقة الكائنة اللي زي ما ظهرت ودبت الرعب والفزع لكل اللي شافوها اختفت مرة واحدة. أتمنى تسيبوا رأيكم، تحكولي لو حاجة تعرفوها عن الحادثة دي وتحليلكم للحادثة المرعبة دي.